وين ساكن؟ بنتي ولات يقولوا لها بابا ملي قتل يمام. لا ولات تشوفني تترعد. ربي حرمها من يماها، زيد حرمها بابا. هذا من العقوق. هذا هي نعم سيدي بنتك هذا من العقوق. نعم. هذا من العقوق. هذا من العقوق. هذا والله صورة تاعها ما خلتهاش في الدار. كاين اب اللي ما عندوش صورة تاع وليده ولا تاع بنته وعلى يدير والو. وفي كل هذا هي كانت تقرا في بجايه. تقرا في بجايه. كيفاش قدروا يسجلوها هنا في العاصمه؟ الدوسي تاعها لليوم ما مازال في قدروا بجايه. يدوا الحضانه يقدروا يسجلوها. الدوسي تاعها لليوم راه في بجايه. هي تقرا تقرا هنايا. رحت نشوفها في المسجد، الدار راح الشيخ والعجوج يشوفوها ما خلاوهمش. رحت انا للمسجد نشوفها، جيت بجايه 4 تاع الصباح باش نلحق 8 باش نشوفها. كي شفتها قبل نشوفها رحت عند الشيخ الديريكتور هضرت معاه. زقاني المعلمه تاعها قلت لها كيفاش حالتها؟ قالت لي وصافا الشركه بيان ولات بيان. انا نخمم باسكو داروا لها دوسي بسيكياتر بلي راهي مدودره عقلها. لا حول ولا قوه الا بالله. جوج طبه في رغايه سو كومبليس. بنتي راهي لاباس عليها. لا واذا افترضنا ان هذه البنت مريضه انت باباها انت تعالجها. انا نعالجها. وشكون كلفهم يعالجوها؟ شكون كلفهم يدوها؟ رحت ديت لها شويه حلوه وعطيت لها مصروف داخل بريه. عطيتها للشيخه تاعها قلت لها الله يرضى عليك يا الاستاذه كي تخرج لها ريكراسيون زقي لي نهضر معاهم وكلمه. قالت لي ما كاش مشكل. مدت لهم الاخرى اخذوهم داك نزقي المعلمه هذيك ما تحبش تريبوندي لي. مناسبه المعلمه هذيك ما حبش مين با تريبوندي. قول لي كيف يكون احساسك لما تولي بنتك تزورها بتخبيها باش ما يفيقولكش بنتي ماشي عجيبه هذه؟ بنتي الحكومه تعاقب يسرق الدراري ولا ما تعاقبوش؟ نعم يسرق الدراري تعاقبوا. لابد. انا سرقوا لي بنتي حقروني الجماعه هذوك حقروني. خلاها الكبير هذاك حلف لي من قطع قال والله ما تعاود تشوفها الى يوم الدين. على بالك واش قال الشيخ؟ باللي الطفله قالت نبدل لي الهوايه تاعي. 8 سنين في عمرها 8 سنين تفكر بديت تبدل الهوايه تاعها. واش تبدل؟ لا تستطيع انت باباها. لا تستطيع 8 سنين 8 سنين. هذا كلام فارغ يا اخي. ما كاش خلاص انت حكم الله في الازل انك انت باباها ما تبدل ما والو. بنتي حرموني منها يا عجب. نقول لك الشيخ ايضا يعني عاود ذكرت انه ما نقدرش نقول لك باللفظ قامه القيامه، ولكن ثارت ثائره لما اودع هذا الشخص السجن، بدليل انه على ما اظن ان القاضي تعرض لمساءله لانه قام بايداعه وقام بتطبيق القانون، لانه هذا الشخص غير معفي من العقوبه والمسؤوليه الجزائيه غير معفي منها ايضا. اذا هو مواطن كما كافه المواطنين، وهو اكثر من ذلك شخص في نظر القانون. الانسان اللي بلغوا بامر الحضانه ولا بامر الزياره ويرفض هو الان هو اعترض على القانون، يعني يصبح تحت مساءله قانون العقوبات، عدم تسليم طفل لشخص مقرر له الحضانه او الزياره قانونا. انا قلت لك من بين عاود نكررها باش ربما اللي فاتوا يسمعها، انه افرج عنه قبل تاريخ الجلسه المؤجله لها، وهذا عمره ما وقع يعني في نظن في كل العالم. تحيه لكل القضاة الشرفاء لما يخلعوهمش امثال هؤلاء الناس. انا اقول لك ما وقع لك من العقوق، هذا هو العقوق في الشريعه. تنحي صله الرحم، راجل ماتت مرته تمنعوه باش يحضر جنازه تاعها، ما تبلغلوش بلي ماتت، ما تخلوش يشوفها مع انه هو اولى بتغسيلها، بعد ذلك تمنعوه من بنته. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن الشيخ الا يدفعك الامر الى معرفه علاش كل هذا عدم التقبل تاعو، يعني واش دار هو باش تقابلوا كل هذه العائله بهذا السلوك؟ ما درت والو. ربما حوست على دراهمك. ربما. خليني نقول لك ان في الشريعه الاسلاميه ان الحضانه مبنيه على الشفقه،
يعني إنسان يكفي يكون عنده حنانة على أولاده، الشريعة تسمح له بالحضانة. بمعنى لنفترض باش تفهموني برك، واحد بوندي سراق خمار ضرب الموس مقاطعي، يا شرعا إذا كان حنين على أولاده ما نقدروش نحوا له أولاده، محسوب ما كان نروحوا نبحثوا هذا الراجل واش راك داير باش هذا الراجل ما عندوش حق ينحي لك بنتك. المحكمة عندها الحق. لو أن القاضي لو يرفعوا أمرهم إلى القاضي، القاضي يرى أنك أنت فيك إحدى الأسباب اللي تسقط الحضانة، ولكن القاضي أعطى لك حضانتين زوج مرات، معناتها في مرتين شافوا بأنك أهل لهذه الحضانة. وايضا الشيخ مروا معنا بعض القضايا من بينها قضايا خاصه ما نعودوش نجبدوها، وين الحضانه تمدت للام الله يحفظك، وين الاب عنده اكثر من مبرر ومع ذلك أعطاه الحضانة للأم، اعطاه حضانه الام وهي ما فيها حتى شرط من شروط الحضانة. العكس، هي ليست اهل للحضانه. ايه هي وش قلت لك؟ يعني انا من عادتي نلتمس اعذار للغير كي يكونوا غايبين، وربما انتم ايضا توافقوني الراي، ولكن في هذه القضيه بالذات قلت لك لانها كانت اثارت جدل كبير. انا نتعجب الان نقول هل وزاره العداله على علم بهذه القضيه ام لا؟ هل راحت لجنه التحقيق ام لا؟ يعني كي نشوف كاين خرق للاجراءات وعدم احترام للاجراءات. انا مانيش نتحدث على ملف قيد التحقيق ولا نتحدث على ملف فصل فيه، ونتحدث عن تعرف بان العداله قبل كل شيء هي مصداقيه. نعم لابد. يعني ماشي فقط قانون وعقاب. تعرف بان الاحكام القضائيه هي عناوين للحقيقه وليست الحقيقه يعني. ولكن هذه القضيه بالذات حبيت يتسلط عليها الضوء لانها فصل من فصول الماضي، ربما كي نقول لك الماضي ليس سنوات قليله ماضيه، ولكن كي نقول لك الماضي، ولكن في هذه القضيه بالذات يعني كل شيء واضح. نعم. أستاذ كيفاش يمكن له أنه يسترجع الحضانة في ظل كل هذه المعطيات؟ يعاود يروح للقاضي ويقدم كل شيء ويدافع على نفسه عشرات السنين ما تتراجعش لأنك على حق. أنا أعطوا له الحضانة في رويبة، أنا كسرتها دوك البومرداس. نعم. 4 جونفي تعقب نعقبوا في بومرداس. يعني هو أصلا ما فهمش علاش نحولوا الحضانة. عادة كل إنسان يحول الحضانة لابد يفهم. هو ما فاهم أصلا. وقال لك في بداية الأمر قال لك القضية كانت هكذا ولات انقلبت ضده. انقلبت ضده. المادة 64 واش تقول؟ بعد الموت الأم تولي للأب. أمر واضح جدا. حاولت أنت ربما تدير جماعة. أديت له 4 جماعات، 4 خطرات، وحنا نجيو بجاية لهنايا ب5 6 طوموبيلات. معنا إمام. الاخر قاعد جمعنا في الجامع تاع ليزيريس مع الامام تاع ليزيريس. جيد. قعدنا حلنا الصلاه تاع وين يصلي ونسال تحت، قعدنا تما. واش استعرف نسيب هذا استعرف. قالوا اني خايف نمدها له ما نزيدش نشوفها. نطق الشيخ هذاك قال له محمد، قال له اذا انا نروح معاك بجايه تجيبها. اسمح لي دقيقة، وانت كيما راك تشوفها واش عليه؟ واش عليه انايا؟ هو او خايف، هو خايف يعطيها لك ما يزيدش يشوفها. وانت كيما راك تشوفها. معليش انايا انا نحب ندير له نداء يا اخي، حتى هذه الطفلة راهي عندك، على الاقل مكنوا يعنقها، مكنوا يزورها، مكنوا يشري لها. ما شفتهاش. يعني هاي ما خلانيش نصبر بنتي. نفترض ان الحضانة ليهم. صح، انت عندك حق زياره رؤيه تهدي لها تشوفها المناسبه الدينيه الوطنيه. لا هذو حقروني، حقروني وناس فوق القانون. حقروني. نعم. قبل كامل هذه المشاكل كيفاش كانت علاقتك بينك وبين بنتك؟ بنتي نرجع من الخدمه بكري على حسب بنتي. لا فاد صوره تاعها ما عنديش. صوره كاين الاب اللي ما عندوش صوره تاع وليده ولا تاع بنته، وانت وعلى ما عندك. داتهم كاع داو كلش يعني. دات كلش. الفاليزه تاعها مش معينه، راهم مازالوا ما توجيتوش من با. كلش وجدت كلش. لو كان حياة راهي تشوف فيك سيدي واش تقول لها؟ واش نقول لها بنتي نحبك، مش انا اللي قتلت يماي. يماها ماتت بسكته قلبيه. الله يرحمها ما جبدوهاش باسكو نحبها اكثر من يحبوها هما. باش تزوجت معاها حتى حبيتها باش تزوجت معاها، ما خلوهاش تعيش. ما قبلوش باللي كي يمدوا الطفله خلاص خرجت منهم.
هذا مع بنتك، انا يحب بنتك تسمع على الكلام يا تاعك. بنتي نحبك، انا بابا، انا نموت عليك. إذا كانت هذه البنت تسمعنا وهذا الرجل يسمعنا، من العقوق تقطع الرحم، هذا من الرحم، سبحان الله. فإن الرحم معلقة بالعرش، تقول رب- وصل يا الله رب من العالمين. وصلني وقطع الله من قطعني. رب العالمين اعطى لي ربي افضل حاجه في الله، ربي سبحانه هو حالي. غدوه الشيخ غدوه، شكون يتحاسب على الطفل هذه؟ يتحاسب اللي منحها من والدها، هو اللي يتحاسب. غدوه لو كان الطفل هذه تولي صالحه، شكون يعز مشي بابها؟ حسبنا الله ونعم الله الوكيل. يهديه. يعني انت في بعض الاحيان يعجز لسان عن التعبير. انا ما على باليش يعني واش ندير، انا ما على باليش واش ندير، ما على باليش واش ندير. قالوا لي شد افوكا، شديت